هو السيد أمير عبدو. كنتم تابت أوقاتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ثاني مواعيد المجموعة الثالثة من نسخة كأس إفريقيا للأمم في نسختها رقم 33 تقدم لنا اليوم مباراة المغرب وجزر القمر باستاد أحمد عيد جو في العاصمة الكاميرونية ياوندي. المنتخب المغربي يتقدم اليوم بصفته متصدر المجموعة الثالثة رفقة منتخب الجابون ب3 نقاط، مرسعا بانتصار هام على حساب البلاك ستارز منتخب غانا بهدف سفيان بوفال. وجزر القمر الذي رغم الخسارة ضد الجابون قدم وجها مشرفا ويريد رفع التحدي ضد المنتخب المغربي. مواجهة هي ستكون بين المصنف 28 عالميا والثاني افريقيا اسود الاطلس منتخب المغرب، والمنتخب المصنف رقم 132 عالميا منتخب جزر القمر. اكيد الفوارق كبيرة، لكن حقائق الكرة مثيرة وحقيقة الميدان بلغة المنتخب المغربي في المباراة. وهذه كرة بالراس عدات على الكل وعدات على ادم مسينا وخارج كرة خطيرة مغربية والكرة، وهل هنالك ضربة جزاء؟ الحكم صادق السالمي يقول لا والف لا. كان سامي معي في وسط الميدان الدفاعي، عزتين أوناي يخلي مكانه لتسودالي، وأيوب الكعبي ياخذ مكان كرة سفيان بوفال، وكانت آخر لمسة رائعة وسريعة لعمران لوزة. عمران لوزة فينا ربيع إمكانية هجومية أخرى أيوب الكعبي في مونديال قطر 2022. كرة طويلة من تسودالي يوزع، الدفاع يسد ويرد، والركنية مغربية بشرارة قوية خلق المساحات، لكن بجانبه كذلك كان سفيان بوفال في المنتخب المغربي منذ يوم 15 أغسطس 2019 25 مباراة. كرة طويلة على مستوى القائم الثاني، وفوة من ياسين بونو، هفوة في التصدي من حارس اشبيليا، مرت بساعة التسويق وما زالت وفيها جول، والهدف الأول جول جول جول. سليم أم الله، سليم أم الله كان